بسم الله ما شاء الله يا بنات، بالله 5 أفراد أو أكتر كمان هياكلوا وتاكلوا بقى وتدعوا لي إن شاء الله. وبألف هنا وشفا مقدما. معانا فلفلاية حمرا كده وبصلاية هنفرمهم تمام في الكبة كده وهنعصرهم، يعني هاخد المية بتاعتهم هركنها على جنب زي ما انت شايفة كده، وهاخد التفل ده هستخدمه دلوقتي. معايا والله الكلام ده كله يا بنات أقل من من أقل من نص كيلو فراخ بانيه. يعني 450 جرام مثلا أو 440، لأن كان عندي كنت جايبة فرخة كده وخدت الصدر بتاعها قطعته بانيه كده على أساس إن أنا هعمله بانيه، بس غيرت الفكرة ورجعت في كلامي. معانا كمان كوباية برغل منقوعة في مية مغلية نص ساعة وصفتها حلو تمام، لازم تصفها من المية حلو. على فكرة يا بنات البرغل ده مش زيادة بس في البتاع في الكمية، لا والله بسم الله ما شاء الله. ابحثي بس كده في جوجل، شوفي فوائد البرغل ده عظيمة كتيرة جدا بسم الله ما شاء الله. يعني زيها زي الفريك والحاجات الحلوة ديت. حطيت التفل اهوت بتاع البصل والفلفل بعد ما خدت المية منها. وهنزل بالفراخ البانيه او صدر، يعني قطعيه مكعبات كده وايه وحطيه. هتفرط معانا كميه اللهم بارك. دي زي ما بقول لك اهوت كوبايه برغل متصفيه ومعصوره منقوعه طبعا في ميه مغليه نص ساعه وعصرتها خلاص هي استوت يعتبر. ورق كده من البقدونس، ودول معلقتين ليا بطلعهم كده من الفريزر مجمدة وببشرها بالمبشرة بتاع البصل العادي وبتاع الطماطم. وبحطها كده في الكباب اللي هي بتخلي طعمها خطير. البهارات بقى اللي انت حبها بابريكا كزبرة زي ما انت شايفة كده، وهحط كمان شوية يعني ربع معلقة او اكتر شوية بيكنج باودر او كيك شيف. حطيت ملح حطيت بابريكا حطيت فلفل اسمر وكزبره تمام. تمام كده. افرمي بقى الكلام الحلو ده في الكبه زي ما انت شايفه كده لحد ما تبقى عجينه بتروح وتيجي كده وتتلف معاكي كده بكل سهوله وتبقى كتله واحده كده اتسمغت وتبقى زي العسل. مش هتفك معانا كده يا بنات طالما سمغتها حلو. ما احناش عاوزين اكتر من كده. هنزل كل بقى اللي على السلاح ده وهنزل كل اللي في الكبه. اللايك يا بنات كده من اول الفيديو الله يرضى عليكم، وبشكركم جدا كل اللي دخلوا لي الصفحه القناه واشتركوا لي، الله يبارك لكم واكون عند حسن ظنكم اللهم امين. هنزل بقى بالخليط ده كله ما شاء الله الخليط متماسك. مفيهوش سوايل مش مسيل. تحفة تحفة اللهم بارك. وعاطلنا كمية 22 كفتاية هنعملهم متختخة كده وحلوة وزي العسل، يعني مش صغيرة برضو ولا رفيعة وكلام من ده انها تفرط مثلا معانا لا. ده يعني ايه حلوة حلوة بسم الله ما شاء الله كفتاية محملة وكده زي العسل. حطيت كده معلقتين زيت. بس ايه علشان خاطر ايه ينعم لي بقى البتاع ده الكفتة ديت، وهسيبها شايفة المتماسكة ازاي. بسم الله ما شاء الله. هحطها في التلاجة شوية تمام. وعبال بقى ايه شوية بس كده ايه لحد ما الم الدنيا كده واغسل ايدي والكلام ده. صلوا على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص طلعتها من التلاجة بعد مثلا نص ساعة كده. ودي المية بتاعت البصل والفلفل. حطيت معلقة فلفل أسمر كده على ملح ومعلقة صغيرة زيت تمام. وهصبع بقى هجيب خلة كده من بتاعة الشيش طاووق هقسمها نصين لأن الخلة اللي عندي كبيرة كبيرة. فهبل بقى ايدي كده بقى من الخليط ده وهصبع تمام. انا كنت نسيت الخلة هجيبها وارجع لك. اهيت هقسمها نصين كده علشان طويلة قوي وهصبع كده. انا مش هصبع عليها كلها برضو زي ما انت شايفة كده. عايزين لها بقى تبقى مفرغة كده من جوه علشان تستوى معانا وبكل سهولة. وهتشوفي طريقة التسوية اللهم بارك مع حبة رز اصفر كده من بتاع من غير كاري ولا كركم ولا بودرة زعفران ولا كلام من ده خالص. اصفر من غير بودرة. طب ازاي يا أم مؤمن؟ هوريكي دلوقتي ببديل بسهولة كده بتجيبيه من عند العطار، بس عطار يكون عطار نضيف عنده تكييف وكده بحيث ايه الحاجة ما تكونش بايظة عنده والحاجة بتكون بتسحب من عنده كتير تمام. إيه زي ما انت شايفة كده بسم الله ما شاء الله. هيضلع معانا حبة كفتة والله يا بنات من غير كلام والله ما شاء الله. 5 أفراد كده بياكلوا بألف هنا وشفا.
بس اعمليها وادعي لي، اعمليها كمان مع الرز اللي انا هقول لك عليه دلوقتي اللي انا هعمله معاكي. خلاص احنا هنتعامل معاه بقى كانه كبسه، تمام، رز كبسه بس رز مصري، لان انتوا عارفين قناه ام مؤمن قناه اقتصاديه، وبنعمل بفضل الله من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. زي ما انت شايفه كده، دي الكميه احطها في التلاجة بقى شويه برضو، او مش عايزه تحطها في التلاجة برضو عادي. وتعالي بقى في الحله هنعمل بقى ايه. هنشوح بقى الكفتة دي الأول في الحلة، ونحط بقى في مكان الحلة دي بقى مكان البهاريز اللي نزلت وطعم اللية الخطير، أو دهن عندك أي حاجة. بس دي كانت ليا بس، سبحان الله والله بسم الله ما شاء الله يا بنات، مش بشكر في نفسي، كانت طعمها حلو جدا جدا جدا. معلقة سمنة كده على حبة زيت، وهنزل بقى أشوح الكفتة دي كلها على نار عالية طبعا. تمام، هما هي يعني يتعملوا على مرتين كده ولا حاجة. هنشمعهم كده تشميعة، بحيث بقى ايه خلاص هندخلهم في التسوية، وهنسويهم برضو في حركة تانية برضو. على فكرة الموضوع سهل، مش صعب، وحلو قوي يا بنات، والطعم حلو تحفة تحفة. على فكرة انت عايزة بقى تعملي وجبات، اعملي وطلعي لله بالرز اللي انا هعمله لك ده بالكفتة، عليها صباعين كفتة وشوية مخلل وشيبسي، وخلاص حلو قوي كده، وانت كده ايه يعني، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، أكلة معتبرة. تمام، زي ما انت شايفة كده، أول ما تحسها خلاص اتشمعت، ابدأي قلبيها. عايزة تقلبيها بقى كده بالسباتولا براحتك، تقلبي كده بالحلة عادي خالص. تمام، اللي تحسها لازقة سيبيها براحتها لحد ما ايه هتسيب هي لوحدها. زي ما انت شايفة كده، انا بس بهز الحلة، بوزع بس السمنة والزيت وكده علشان خاطر ايه مفيش حاجة تتحرق. زي ما انت شايفة كده، طول ما انت واقفه بقى تعملي الكلام ده كله، صلي على النبي، استغفري. بنصح نفسي والله وبنصحكم، انا بعمل كده بفضل الله. يعني ولو يعني الواحد برضو ساعات بينسى، يعني مش دايما بيعمل كده. وسبحان الله يعني الواحد لما بيفتكر بيحاول بقدر المستطاع يعني ايه يظبط الدنيا كده ويرجع يستغفر. الاستغفار يا بنات وذكر الله عامة. شايفة خلاص إيه الشماعة بقى كده خلاص، هنشيلهم وهحط ايه، هحط الحبة الباقيين. تمام، زي ما انت شايفة كده دول الخمسة الباقيين، وهحط وخلاص اتعملوا، وهحط مكانهم في نفس ذات المكان بصلاية مكعبات كده، مكعبات صغيرة كده. الله، الله يا بنات على جزراية مبشورة، اتعاملي بقى كأنها كبسة عادية خالص. قرن شطة كده، قرن فلفل يا ربي أحمر. بحب الفلفل الأحمر، الفلفل الأحمر مش الألوان، اللي هو الأحمر اللي زي الأخضر بس أحمر، بيبقى تحفة. حسيت ان عاوزة مادة دهنية كده شوية، حطيت معلقة زيت. هنزل بقى بالبهارات الحصى، معانا ورق لورا وحبهان ولومي وقرفة خشب وقرنفل مسمار يعني حصى. تمام، ونزلت برضو بالحبهان. شم بقى الروايح دي كلها القمر. وبعدين ايه هنضيف الرز اللي انا مغسول ومنقوع، بس ايه ربع ساعة بس كده علشان لونه يبيض اكتر ويبقى حلو. تمام، انا بحب عامه انقع الرز في اي، لان الرز اللي بجيبه بيبقى محتاج ميه شويه، فعادي اطريه السيكه كده بان انا ايه انقعه حبه بربع ساعه ولا نص ساعه حتى. قلبي بقى كده لحد ما تشم روايح البهارات القمر ديت. وطبعا حطيت فلفل اسمر، وهحط الوقت الرز خلاص حطيته، واحط مكعب مرقه. عايزه تسقي بشوربه الله براحتك خالص، انا ما عنديش شوربه هسقي بميه عاديه خالص. وهنزل بمكعب مرقه كده. كمان اللي هيدينا بقى اللون الاصفر اللي انتم مستنيينه، بديل بودرة الزعفران يا بنات، بتجيبيه من عند عطار نضيف ب10 جنيه، هيكفيكي مدة كبيرة. تمام، لان انت مش هتعمليه كل يوم اصلا، فهيكفيكي والله. انا اللي عندي بس حطيه في التلاجة كده، في باب التلاجة، مش هيجرى له اي حاجة. شايفه ربع معلقة صغيرة بيدولك اللون الاصفر الطعم العسل ده. حطيت بقى ظبطت الملح بتاعي، وخلي بالك المكعب المرقه فيه ملح. وخلاص على كده هغطي عليه بقى ايه واسيبه ويظبط كده مع نفسه وينشف كده من الميه، وهبدا اوطي عليه. هدي عليه النار بقى زي ما انت شايفه كده، خلاص شرب الميه بتاعته.
زي ما أنتِ شايفة هابدأ أرُص بقى الكفتة تاني، تتردد بقى تاخد التسوية الكاملة بقى، اللي هو هي خلاص اتشمّعت خدت نُص تسوية، نُص التسوية التاني بقى هاحطه زي ما أنتِ شايفة كده على نار هادية بقى كده، واسيبهم مثلًا حوالي نُص ساعة والّا حاجة لحد على نار هادية شامعة، زي ما أنتِ شايفة كده، لحد ما كلّه ياخد من بعضه ويستوى، وهنعمل حتة فحمة بقى كده هتخلّي الجريمة كاملة زي ما باقول لِك. هتبقى خطيرة يا بنات، والله بسم الله ما شاء الله. الرز ده كان ييجي كيلو وربع رز، بسم الله ما شاء الله، مش حبة قليلين، عايزة تكتري براحتك خالص. خلاص سخنت حتة فحمة كده، هو الفحم كان مكسر عندي كده شوية بس تمام شغال. غطي بقى وعيشي. بسم الله ما شاء الله، شايفة الجمال؟ شايفة؟ اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. أكلة بالله عليكم جربوها وهتدعوا لي. الرز مفلفل زي ما انت شايفة، ماهوش بسمتي مصري، بس خطير بالله يا بنات. يعني عايزة اقولك ان هو احلى من البسمتي كمان. انا شلت بقى البهارات الحصى، اي حاجة تيجي قدامي كده، حبهان، ورق لورا، قرفة، الحاجات ديت شلتها، القرنفل، اللومي والكلام ده كله شيلته، ورص بقى الطبق. وفي الوقت اللي أنا كنت بردد فيه الرز بمكعب زبدة كده، كنت طبعا نقعة يجي 10 دقايق كده، نقع شوية زبيب وقمت مصفياهم، وفي مكعب زبدة كده وشوحتهم كده في المقلاية، وزي ما انت شايفة كده. الله الله على الكفتة والطعامة والقمر والحلاوة والريحة والطعم حكاية. جربوها، لو ما عجبتكوش الغوا متابعتي. شايفة الكفتة دي كلها واتبقى كمان 4. ولو الفيديو عجبكم بالله عليكم الإعجاب وتعليق، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبحبكم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.